السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده معايا ان شاء الله هنعمل كيكة. ممكن للفطار الصبح مع كوباية شاي بلبن مع كوباية نسكافيه، بالليل كده في السهرة واحنا قاعدين كوباية شاي بلبن مع حتة كيكة. المهم يعني كيكة سهلة كده وبسيطة مش هتاخد مننا اي وقت. بصوا حبايب قلبي احنا معانا ده طبعا البيكنج باودر، ودي الفانيليا، كوباية لبن وكوبايتين دقيق، وكوباية الا ربع زيت، وثلاث بيضات. تمام. ومعنا كوباية سكر صغيرة لان احنا ما بنحبش السكر كتير. تمام. يعني دي مش كوباية زي دول، دي كوباية اللي هي بتاعت القهوة بس، فاحنا بنحط يا دوبك الكوباية دي بس. تمام. هنعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنبدأ بيها هنحط هنا الحاجات السايله. هنحط معانا البيض. اول حاجه البيض ده ال3 بيضات حطيناهم. تمام. هنحط اول حاجه البيض، اول حاجه معانا الفانيليا بنحطها. تمام. ومع الفانيليا بعد الفانيليا هنحط كوبايه السكر. طبعا انتوا على حسب ما بتحبوا السكر ده بتاعكم، دي حاجه بتاعتكم انتوا. خلاص. احنا هننزل بقى بالسوائل الاول. حطينا البيض وحطينا السكر. تمام. وهننزل بكوبايه الزيت. بصوا هي كيكه سهله جدا مش هتاخد معانا اي وقت. وهننزل بكوبايه اللبن. بس كده خلاص. هنبدا ان احنا هنضرب. معلش بصوا انا كده هعمل لكم ازعاج ثواني وهرجع لكم تاني. تمام يا حبايبي احنا ضربنا كده كل السوائل مع بعض. هننزل بقى بالدقيق. طبعا انتوا عارفين لازم ننخل الدقيق. تمام. هننخل الدقيق. طبعا انتوا عارفين نخل الدقيق ده حلو جدا بالنسبه للمعجنات. تمام كده خلاص. هننزل بقى بالبيكنج باودر. لا، ذرة الملح الاول. طبعا انتوا عارفين ذرة الملح دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ذرة صغيرة كده بس. وهننزل هنحط معلقة بيكنج باودر، معلقة كبيرة. تمام يا حبايبي كده خلاص اهو. بصوا هنجيب كده من تحت لفوق. هقلب كده وهرجع لكم تاني. كده مش هتاخد معاكم وقت. يلا اللي يعجبه بقى الفيديو ما ينساش يشترك عندي في القناه ويجرب الكيكه كده ويقول له رايه فيها. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.